دايما نسأل نفسي حتى لوين نقدر نروح؟ وما هي الأماكن التي لم نسمع عنها بعد؟ الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها بسهولة. أنا اليوم موجود برومانيا. الرحلة شيقة، وأول وجهة كانت مدينة سيبيو. أول مفاجأة كانت رؤية دب بري على حافة الطريق، وعلى فكرة نصحني أصدقائي بعدم إطعامه، وذلك لعدم تعود دببة على البشر وإبقاء هاجس الحذر ما بين الطرفين، وإلا ممكن تبدأ بالنزول إلى القرى المجاورة بحثا عن الطعام، وهذا ما يسبب حوادث خطيرة. نتواجد حاليا بطريق ترانسفغراشان، واحد من أجمل الطرق في العالم. ممكن كلامي مبالغ فيه، ولكن هذا ليس رأيي فقط. حتى توب جير يشاطرني الرأي، ومن أنا لأجادل جيريمي كلاركسون. تم بناء هذا الطريق من قبل الدكتاتور الروماني نيكولا تشاوشيسكو في بداية السبعينات، وكان هذا لأغراض عسكرية. تشاوشيسكو كان خائف من مهاجمة الاتحاد السوفيتي لرومانيا، وكان بحاجة إلى طريق جبلي يربط ما بين الشمال والجنوب. كانت كمية الموارد البشرية والاقتصادية التي تم إنفاقها على البناء هائلة، أين تم الإنفاق فيها على 6000 طن من الديناميت على الانفجارات، ومات حوالي 40 شخص على الأقل أثناء عمليات البناء. ترانسفغراشان ترتفع إلى 2042 متر فوق سطح البحر، وكلما ارتفعت نحو الأعلى تشعر أن الهواء يصبح أكثر برودة. بحيرة باليا هي ثاني محطة وقفت لزيارتها. هذه البحيرة هي واحد من الأماكن الأكثر زيارة في رومانيا، وتعتبر بحيرة جليدية تقع على ارتفاع 2034 متر فوق سطح البحر. يبلغ عمق البحيرة حوالي 11 متر وطولها 360 متر، والسباحة فيها غير مسموحة، وذلك لدرجة حرارة الماء التي نادرا ما تصل 10 درجات فقط في الصيف. السبب الرئيسي لمجيء الناس إلى هذا المكان خاصة في فصل الصيف هو المناظر الطبيعية الرائعة المحيطة بالبحيرة. جنب البحيرة فيه سوق صغير ممكن تشتري فيه بعض الأكل من السكان المحليين. أكلت هناك وكانت كل المنتجات آمنة وطازجة، حيث أني لم أواجه أي مشاكل من بعد. العملة في البلد هي الليو. حاول دايما أنك تشتري عن الناس المحليين أينما كنت، أكيد راح تساعدهم في تطوير تجارتهم. هذا الجبن مثلا مصنوع من حليب أونتاتور الأمريكي. وأكيد لازم تجرب كوزوناك سيكويز، والتي تعني الخبز الحلو. وفي الأخير لازم تاخد قهوة محلية وتغادر بابتسامة على وجهك. الطريق لمدينة سيبيو مازال طويل، ولكن فيه مكانين اثنين كان لازم نتوقفوا ونشوفوهم. شلالات باليا. باليا هو واحد من أكبر وأجمل الشلالات في رومانيا، وهو أعلى شلال متدرج في رومانيا، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 60 متر. الوجهة الأخيرة اليوم كانت استثنائية وفريدة من نوعها. قلعة الطين، حديقة قصص الخيال. هذه القلعة الصديقة للبيئة
والمصممة على طراز القصص الخيالية، مبنية من الطين والرمل، وتقدم المشروبات والوجبات الخفيفة. هذا المكان هو الأكثر مثالية لترك الحياة الحقيقية وراءك لبعض الوقت. 40 كيلومتر فقط تفصل مدينة سيبيو على هذا المكان الجميل. أنا اليوم نهاري كان طويل وتعلمت أشياء كثيرة. أتمنى إن شاء الله أن الفيديو عجبكم. مشكورين على المتابعة، ولنا ملقى عن قريب في فيديو آخر لاستكمال الرحلة. سلام. في الفيديو السابق افترقنا لما وصلنا لهذه القلعة الاستثنائية. قلعة مستحيل أن تراها في مكان آخر، وأكيد التي تبقى واحد من الوجهات الخيالية التي ممكن زيارتها في رومانيا. استكشاف مكان كان حقيقيا فقط في رأسك يجعل من هذه القلعة حلم يصبح حقيقة للعديد من الزوار، وأنا واحد منهم. سيبيو، ترانسلفانيا بقلب رومانيا. تاريخيا كانت هذه المدينة واحد من أهم مراكز الألمان المستوطنين برومانيا في القرن 12. تم تعيين المدينة كعاصمة الثقافة الأوروبية في عام 2007، وبعدها بسنة صنفت كثامن مكان الأكثر روعة للعيش في أوروبا، ويعيش فيها حاليا حوالي 170 ألف نسمة. الهندسة المعمارية في سيبيو فريدة من نوعها. أسقف المنازل بها أشكال تشبه العيون. هذه الأخيرة أعطت سيبيو لقب المدينة ذات العيون، والتي تعد وجهة سياحية للزوار المحليين والأجانب. وفي سنة 2004 بدأ تسجيل واعتماد وسط المدينة القديمة لدى اليونسكو كموقع من التراث العالمي. الزيارة كانت قصيرة، وكان لازم نكمل الطريق نحو الوجهة التالية. ونضيف فكرة، حاول تجرب جولات الكواد لاستكشاف مناطق طبيعية خلابة، عادة ما يفوتها معظم السياح. وأكيد راح تضيف هذه التجربة القليل من الإثارة لرحلتك في رومانيا. سيغيشارا هي مدينة أخرى بناها الألمان المستوطنين في القرن 12، ويبلغ عدد سكانها 29 ألف نسمة فقط. هي وجهة سياحية شهيرة ومعروفة بمدينتها القديمة، ومدرجة كموقع للتراث العالمي لليونسكو. شهادة عمرها 850 سنة على تاريخ وثقافة الألمان الساكسون آنذاك. برج الساعة تم بناؤه في القرن الرابع عشر، وهو بوابة دخول المدينة. هذه الساعة اليوم تعتبر واحدة من أكثر الساعات تعبيراً للماضي الجميل في إقليم ترانسلفانيا. تم الحفاظ على وسط المدينة بطريقة مثالية، وانت تتجول في شوارعها تحس أنك في مدينة صغيرة محصنة من العصور الوسطى. وعلى فكرة، هذه البلدة هي واحدة من القلائل في أوروبا الشرقية التي لا تزال مأهولة بالسكان. سلالم المدرسة بنيت سنة 1642، وهي أطول سلالم خشبية في العالم. كان الهدف منها حماية وتسهيل صعود التلاميذ إلى المدرسة أثناء الشتاء. بنيت هذه المدرسة سنة 1619، وكان يدرس فيها علم اللاهوت، الفلسفة، اللغات الكلاسيكية، الموسيقى، الرياضيات، وعلم النجوم، ما يعرف حاليا بعلم الفلك. فلاد دراكولا، والمعروف بفلاد تيبش، هو أيضا واحد من أبناء هذه البلدة، ويعتبر أحد أهم الحكام في تاريخ إقليم ويليكيان، وبطل قومي في رومانيا. فلاد هو مصدر إلهام الروائي برام ستوكر في كتابة قصة دراكولا. للأسف بيته العائلي لا يحكي الكثير عن تاريخه، فكان ضروري ننتقل لمدينة بران لزيارة قصرها المرتبط باسمه. القصر يقع على بعد 25 كيلومتر جنوب غرب مدينة براشوف، وهو الآن نصب تذكاري وطني ومعلم في ترانسلفانيا. من قلعة لحماية حدود إقليم ولاكيان إلى مستشفى حربي لمتحف مخصص للملكة ماريا، يحتوي هذا القصر
على العديد من القصص المخبأة خلف جدرانه الحجرية. ففيه تعرض بعض ممتلكات الملكة المحبوبة ماريا وبعض أدوات التعذيب القديمة التي سبق وأن نشرت عليها في فيديو آخر. تعرض واحدة من الغرف قصة مصاصي الدماء وتقاليدهم، وتمزج بين الخيال والحقيقة في قصص مقتبسة من روايات ستوكر على فلاد دراكولا. يعتبر فلاد في رومانيا محارب عظيم لما اقترفه من أعمال دامية وحرب شرسة ضد العثمانيين، وكان يخزق كل من يقف في وجهه، وهذه أبشع وسيلة للقتل حسب رأيي. في النهاية، وكل ما يمكنني قوله أن هناك القليل من السحر في كل منطقة من مناطق رومانيا، من قلاع إلى بحيرات جليدية بين مدينة وأخرى. تمتلئ رومانيا بالكثير من الأشياء الممتعة التي ممكن رؤيتها والقيام بها، فمن ثقافتها ومناظرها الخلابة إلى معالمها المميزة وتاريخها المحفوظ. كل هذه العوامل تجعل من رومانيا واحد من الوجهات التي يجب زيارتها في أوروبا وحتى في العالم. وفي الأخير ما عساي إلا أن أقول شكرا رومانيا على الاستضافة، وشكرا لكل من تابع الفيديو. لنا ملقى عن قريب في مكان آخر إن شاء الله. سلام.